وبنص كيلو بانيه هخلصك من حيرة كل يوم. هنعمل غدا بقى ايه النهاردة؟ هنعمل مع بعض ألذ وأطعم صينية نجرسكو ممكن تجربيها في حياتك. تكات وإضافات هتنقلها في حتة تانية خالص. كتير مننا بيعملها، لكن جربيها بالطريقة دي وانا واثقة ان انت هتدعيلي. شايفين قد ايه جوسي وقد ايه قوامها تحفة بجد. هخليكي تعمليها ولا غلطة. احلى واطعم من النجرسكو اللي بيتباع في المحلات، بطعم ومذاق لا يقارن. المنظر بيتكلم عن نفسه، وانا مش متعودة اطول عليكم في المقدمة كتير. يلا بينا نخش على التفاصيل. ومن الحاجات اللي تسهل عليكي الطبخ جدا في المطبخ ان انت تكوني مجهزة كل المكونات جنبك وانت بتشتغلي. هنا جبت البصل بتاعي وقطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش عايزاها مكعبات، انا عايزاها سلايس، بس سلايس صغيرة. قسمتها بالشكل اللي انتوا شفتوه نصين، بعد كده 3/4، بعد كده مثلثات صغيرة. وجبت برضو الفلفل قطعته شرايح صغيرة. والطماطمايه دي بقى هتنقلها في حتة تانية خالص. في ناس كتير ما بتحطش عليها لا طماطم ولا صلصة، بس تابعي معايا وانت تعرفي هنعملها ايه وهنضيفها امتى. صدور البانيه بتاعتي انا مقطعاها زي الشاورما رفيعة، بلاش مكعبات لان المكعبات هتنشف معاكي ومش هتبقى حلوة في الوصفة بتاعتنا. معانا هنا التوابل: توم باودر، فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، شطة، بابريكا، واحدة مرقة دجاج مطحونة، واللي في النص الطبق ده ملح. مكونات كده سهلة وبسيطة. عقبال ما قطعت الحاجة كنت سلقت مولعة على حلة وسلقت المكرونة 3/4 سوا. ما ينفعش نسلقها سلقة كاملة، تمام، ولا نص سلقة، لان احنا ما بنطولش عليها في الفرن. كده يعتبر انتي خلصتي نص المشوار. تعالوا بقى بينا على البوتاجاز. هنجيب طاسة على النار، هنحط فيها معلقتين زيت ومعلقة سمنة صغيرة. هنبتدي نسيبهم يقدحوا شوية كده او يسخنوا بمعنى اصح. وبعد كده هننزل معانا بالبصل بتاعنا. انا مش عايزة البصل ياخد اي لون، انا عايزاه يدبل فقط لا غير. نزلت بيه في طاسة سخنة والزيت هيكون ساخن طبعا. وهنبدأ نحط عليه التوابل بتاعتنا زي ما هي. انا عايزه البصل بتاعي يدبل، مش عايزه احس بقرمشه بيه، بقرمشته في الوصفه بتاعتي. هبتدي احط التوابل، ومجرد ما الملح بيتحط على البصل فبيدبل اوريدي. وهنركنهم كده على جنب. نفضل طبعا الطاسه تكون كبيره علشان الفراخ ما تكونش محطوطه فوق بعضها وتنزل الميه اللي فيها. احنا عايزينها تكون متفرده كده في الطاسه او في جريل اللي متاح عندك. وما تقلبيهاش اول ما تحطيها، تاخد الصدمة بتاعتها علشان ما تنزلش العصارة بتاعتها وتنشف معاكي. مجرد ما تاخد لون كده وتبيض، تبتدي تقلبيها بالبصل اللي هو دبل انتي ركناه على جنب، ده دبل مع نفسه. هنجيب كده فص توم، فصين توم بالكتير، وهنعمل حفرة كده في نص الطاسة بتاعتنا في الزيت بقى والصوص بتاع الفراخ اللي نازل العصارة الجميلة دي. هنقلبهم كده دقيقة، وبعد كده هننزل معانا بالطماطماية اللي احنا لسه مقطعينها مكعبات صغيرة. وتبتدي تقلبيها، ومعلقة صلصة واحدة بس. معلقة صلصة واحدة بس، ما تزوديش علشان الطعم ما يتنقلش معاكي في حتة تانية. هنبتدي نقلب المكونات بتاعتنا. واخر حاجة خالص اضافة الفلفل بتاعنا. فلفل حار طبعا انا مقطعه مع فلفل رومي. عايزة تستثني الفلفل الحار، بس عايزة اقولك هو ملوش اي طعم. يعني مش مدي حرارة للوصفة خالص. حتى لو في ولاد هتاكل من الوصفة هتعجبهم جدا، لان تيست الحرارة بتاعته بسيطة جدا جدا جدا. لغاية هنا خلصنا كل حاجة. ندخل بقى على البشاميل بتاعنا في حلة على النار. انا عامة بحب البشاميل اعمله في حلة ألمونيا. عندي التيفال وعندي الاستانلس التركي والجرانيت والحاجات دي، الا اني انا بحب البشاميل. سبحان الله، يعني مذاقه في الألمونيا حاجة تانية. حطينا معلقتين زبدة وحطينا معلقتين سمنة، وهننزل عليهم ب5 معالق دقيق. دول بس كده الدقيق اللي احنا عايزينه في الوصفة؟ لا طبعا هنضيف 5 معالق تانيين، بس انا ال10 معالق بتوعي بضيفهم على مرحلتين زي ما انتوا شفتوا كده. اول مرة 5 وبعد كده 5. وهنبدأ نقلب كده بالراحة لغاية ما نشم ريحة الدقيق ان هو استوى. هننزل باللبن، ايد فيها المضرب وايد فيها اللبن، ونقلب بسرعة بسرعة عشان ما يحصلش اي تكتلات معانا في البشاميل بتاعنا. وطبعا البشاميل اللي بيبقى محتاج لبن، يعني في ناس مثلا تعمله بمية تعمله بشوربة، لكن في النجرسكو الموضوع مفهوش نقاش، لازم لبن صافي. طبعا انا عايزاه كريمي، فكان عندي قشطة وش اللبن. حطيته
بجد القشطة دي بتنقلها في حتة تانية خالص، بتخليه كريمي. وهنبدأ ننزل عليه بملح وفلفل أسمر وبس. وبس. طب مرق الدجاج لا. طب أي حاجة لا. ملح وذرة فلفل أسمر، ولو فلفل أبيض يبقى زي الفل، أسمر مفيش مشكلة، يعني المتوفر عندك مفيش حاجة هتقول لا. جهزنا كل مكوناتنا جنبينا. الجبنة الموتزاريلا، عندك جبنة برمجان، عندك جبنة رومي، حطي بس بلاش تكتري رومي لأنها بتحدق الوصفة. والمكرونة مسلوقة، والخلطة بتاعة الحشوة اللي هي الفراخ، يعتبر شاورمة الفراخ موجودة. هنجيب البايركس بتاعنا، نحاول ندهنه معلقة سمنة علشان ما هو كده كده ما بيلزقش، بس معلقة السمنة بتديله تيست يعني. هنبدأ ننزل بكمية مكرونة كده محترمة، وهنبدأ نحط عليها حبة بشاميل علشان يعني كل حاجة كده تبقى جوسي. لازم لازم معلقتين البشاميل دول كده وتقلبيهم مع بعض، وبعد كده تفردي الجزء ده كده في البايركس بتاعك، وبعد كده هتنزلي بجزء من الحشوة في البايركس بتاعك. تمام. هحط الموتزاريلا بعد ما هحط الحشو. حاجة بس عايزة اقول لكم، ريحة الحشوة لوحدها جنان، خطيرة خطيرة بجد والله العظيم. مهما هوصف لازم تجربي. هنبدأ نحط بقى حبة موتزاريلا كده كتير كده، توصي يا فوزية توصي. و... وجبنا جبت طبق حطيت فيه بقى باقي المكرونة، وحطيت عليهم برضو بشاميل علشان تبقى كده جوسي وقوامها. ده سر القوام الجوسي بقى، ان انت تكوني اصلا مش مجرد حاطه البشاميل فوق الوش كده وخلاص، لا، يكون المكرونه نفسها متشبعه بالبشاميل. حطيت حبه معلقه كده صغيرين فوق الوش، لان احنا اصلا حاشين الطبقه الاولانيه، دي طبقة تانية. وبعد كده بقى باقي البشاميل بقى، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على رأي مدحت شلبي، ايه ده ايه ده يا عم الجمال ده. حاجة بجد في منتهى الروعة. تفاصيل الوصفة اصلا تتاكل نية، صدقوني والله العظيم. يعني الفراخ مع التتبيلة الروعة اللي احنا عملناها، مش مجرد فراخ متشوحة ومحطوطة في النص كده وخلاص، لا، احنا عاملينها بتفاصيل حلوة قوي، بتوابل نقلها في حتة تانية، بإضافة الطماطماية ومعلقة الصلصة، مودياها في داهية. يا نهار أبيض على الجمال. موديها بجد بجد حرفيا. احنا واحنا بندوق احنا كنا هنقربنا نخلص نص الصينية في الدوقان، ما بالكم يعني النص التاني اتاكل ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله تجربوها وتنول اعجابكم، وتقولوا لي تجاربكم ارائكم في الكومنتات، عشان حقيقي كومنتاتكم بتفرق معايا جدا، وبحس ان انا فعلا عملت حاجة مفيدة، ان انتوا شفتوا وصفتي، سمعتوا طريقتي، استفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة. ربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم، ان انتوا بتجبروا بخاطري طبعا بكومنت حلو زيكم. هنا دخلناها الفرن. طب انت يا بصي ما حطيتيش الجبنه الموتزاريلا ليه قبل ما تدخليها الفرن؟ لا يا غاليه، ما ينفعش. الجبنه الموتزاريلا هتسيح وهتنشف منك وهتجلد. طب انت بتعملي ايه يا بوسي؟ انا بحط سواء النجرسكو او البشاميل، بحطها الاول تستوي، وبعد كده اضافه الموتزاريلا دي في اخر خطوه خالص، في اخر 5 دقايق. وتكايه حلوه بقى خديها مني، هتحطي الموتزاريلا على الوش وتكوني طافية الفرن. الموتزاريلا تسيح خالص، تسيح من سخونية الفرن، بعد كده تقومي مولعة الشواية. معلومات ما بقولهاش غير على قناتي، علشان المشتركين اللي عندي وعيلتي الحلوة اللي على اليوتيوب يستاهلوا كل خير، ويستاهلوا ان انا ما بخلش عليهم بأي معلومة. ربنا يديمكم في حياتي العمر كله، وشكرا شكرا شكرا على حبكم ودعمكم اللي بشوف في الكومنتات. والله العظيم 3 في كومنتات انا بحس انا وانا بقراه بحس ان انا عايزه ادمع. قد ايه صدق مشاعركم بيبقى واصلني، قد ايه كلامكم الجميل بيبقى لامسني. ربنا يكبر بخاطركم ويكرمكم بواسع فضل وكرم، اللهم امين. تعالوا بقى نشوف الجمال والحلاوه. بصوا بصوا الخرطه طالعه ازاي. الخرطة يعني مش قصة ماسكة نفسها، هي ماسكة نفسها ومش ماسكة نفسها، حاجة كده ميلان بين الجمال والروعة ايه، مش عارفة اتكلم يا جماعة. المنظر واصف نفسه. ودي جري، دي جري، انا هعملها تاني النهاردة، مش معقول كده. بصوا الجمال. والمكرونة السوا بتاعها مظبوط على التكة، والله العظيم 3 بجد مفلفلة ومستوية وجوسي
والطعم الفراخ جوه مميز بشكل لا تتخيلوه، مش مجرد حشوة كده والسلام، او فراخ متقطعة كده ومحطوطة وخلاص عليها رشة ملح وفلفل. لأ، احنا متبلين وعاملين يعني حشوة فظيعة. وان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. اعذروني عشان الجو ساقع، وانا في الساعة دي يعني ايه، الحمد لله اللهم لك الحمد، مناعتي زيرو يعني. فمنتظرة اراءكم وكومنتاتكم، منتظر اللايك الحلو بتاعكم. لو لسه ما حطيتيش اللايك يا سعدية حطيه علشان ما ازعلش منك. وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة وفي اكلة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم ان شاء الله على خير حبايب قلبي واحلى متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.